السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هاحكي لكم قصة حقيقية وحصلت قريب جدًا. آآ أول حاجة من فضلكم حطّوا اللايك لإن القصة مهمة جدًا وعايزة الكل يعرفها، وعايزة كل الناس تشوفها، لإن فيها عظة وحكمة، لإن مش كل حاجة بتستاهل عقاب، في حاجات ما تستاهلش عقاب. قصة النهاردة داخل فيها الإنسانية أكتر من العقاب. في حاجات ت تحتاج مننا إن إحنا نبقى نتعامل مع الموقف اللي بيحصل برحمة. آآ يا ريت يبقى في الرحمة. قصة النهارده ابن بيقول لأبوه أنا جعان، الابن ده 16 سنة، قال له: "أنا جعان." قال له: "ما فيش أكل، انزل اتصرّف، أنت كبرت وأنا مش من حقي إن أنا أأكّلك، ما لكش تاكل عندي، ما لكش خلاص أنت كبرت بقيت مسؤول، انزل اتصرّف." الولد غاب يومين عن بيته وأبوه ما سألش، لغاية ما جاله تليفون وقال له: ابنك ابنك مات. جاله تليفون قال له ابنك مات. ال الأب ابني مات ازاي؟ بص لقى ابنه متكتف في عمود وميت. الأب قال ابني مات ازاي؟ ايه سبب موته؟ قالوا له ابنك مسكناه وهو بيفتح عربية علشان يسرق بطارية أو فلتر، والناس طبعا كلها اتلمت على ابنك وربطوه، وكل اللي عايز يجامل السواق اللي صاحب العربية ضرب. فضلوا يضربوا فيه 12 ساعة، كل اللي عايز يضرب لغاية ما مات. اللي ضربه في صدره واللي ضربه في وشه واللي ضربه في أي حتة في مكان في جسمه لغاية ما الولد مات. الأب طبعا منهار، أنا السبب في موت ابني، أنا اللي قلت له انزل اتصرف وكل. سيدنا عمر بن الخطاب لما كان فيه مجاعة أوقف حد السرقة. هتقولوا لا مصر ما فيهاش مجاعة ولا حاجة. أوقف حد السرقة. طيب هو الولد عايز يسرق البطارية علشان ياكل وانتوا مسكتوه. طب ليه ما فيش قانون تودوه للبوليس هو يتصرف معاه؟ الشرطة هي اللي تتصرف معاه ومع أبوه، إنما إن انتوا اللي تاخدوا الولد وتموتوه عشان هيسرق بطارية. هي البطارية أغلى من روح إنسان؟ وهو حد السرقة القتل؟ ولا حد السرقة القتل ولا حاجة. وبعدين البلد فيها قانون. أحب أسمع تعليقاتكم. لو كل واحد فينا خد حقه بدراعه كلنا اجتمعنا على ظلم واحد بس، هتبقى دنيتنا غابة. هنبقى زي الضباع لما بتلم على فريسة عشان ينهشوا فيها. ما ينفعش إن احنا نبقى في بلد قانون ونلجأ لحاجة زي ديت، إن احنا نتجمع على إنسان، على طفل يعتبر 16 سنة علشان عايز ياكل ففكر في حاجة زي كده. ما ينفعش إن احنا نموته، ينفع إن احنا نودي الأحداث ونعلمه. لما بيكون في مثلا أكل أنت سبته أو نسيته ومشيت وسبته، بعدين رجعت ما لقيتوش،
ايه موقفك؟ هتكون موقفك ايه؟ هتقول ايه؟ هتقول يا رب يكون اللي خد الاكل ده يكون حد فعلا محتاجه. احنا ديننا دين الرحمة، دين الإنسانية، دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي كان بيتعاطف مع اليهودي اللي كان بيرملوا الزبالة قدام بيته ويروح يزور الرسول عليه الصلاة والسلام لما يغيب. هو ده ديننا، ده دين الرحمة، دين محمد عليه الصلاة والسلام، دين عمر بن الخطاب اللي كان بينصر الضعيف ويقف جنب المحتاج، اللي كان بيبكي إن هو ماسك بيت المال علشان ممكن يكون في حد جعان، اللي وقف على بيت الست بياعة اللبن وسمع بنتها وهي بتقول لها ربنا شايفنا